السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بأحلى متابعين في الدنيا. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. يا رب دايما تكون دايما أحوالكم كويسة وأكون مطمنة عليكم. أحلى متابعين في الدنيا، عيلتي الكبيرة اللي بحبها في الله. طبعا بحبكم في الله لأن انتوا عيلتي الكبيرة، انتوا بدعمكم ليا ومتابعتكم ليا هترفعوا من شأني وهتخلوا القناة بتاعتنا في مكانها أحلى بكتير. بحبكم في الله، أحلى متابعين في الدنيا. طبعا اللي اول مره يشوف قناتي ما تنسوش الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس عشان يوصلكم كل ما هو جديد من فيديوهاتي. فيديو النهارده جميل جدا 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 وشيق وكمان سهل وبسيط ومش مكلف خالص بالمره. حاجه كلها موجوده في كل مطبخ وبسيطه وجميله. وكمان يا حبايب قلبي هتفرحي بيها ولادك وهتفرحي بيها كل حبايبك ومعارفك. هتعمليها بقى في سهرية حلوه، تعمليها في يوم كده في الفطار للولاد، حاجه حلوه كده ياكلوها. عايزه اقول لك جميله وغير مكلفه بالمره، بربع ثمنها الحقيقي او بربع ثمنها في المحلات. هتجيبيها وهتعمليها. هي ايه يا ام عمر اللي عماله تكلمينا عليها وتقولي لنا سهله وبسيطه؟ المكشكشه. طبعا بعد المفرفشه والمنعنشه والمدلعه هنخش على المكشكشه. ايوه امال ايه المكشكشه؟ عملناها مع بعض بطريقه حلوه خالص. طبعا كملوا معايا الفيديو للنهايه عشان تشوفوا المكشكشه القمر بتاعتنا عملناها ازاي وطلعت معايا قد ايه جميله وكمان سهله وبسيطه وغير مكلفه زي ما اتفقنا. طبعا هي عايزه اقول لكم في المحلات غاليه جدا جدا. الصينيه قد كده وعامله لها بتاع 350 و400. اسعار مبالغ فيها قوي يا جماعه. طب وليه ما احنا نعمل الحاجات دي كلها في بيوتنا وكمان يعني ضامنين احنا عاملين فيها ايه، وكمان مش هتكلفنا ومش هنصرف فيها المبالغ الضخمه دي. صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج بإذن الله تعالى. بصي بقى يا حبيبة قلبي، هنقول بقى تاني على كل المقادير بتاعتنا في الاول كده في اول الفيديو لان احنا طبعا اتلهينا في الكلام وما قلناش المقادير بتاعت الكريمه بتاعتنا عملناها ازاي. بصي بقى يا حبيبه قلبي، مبدئيا كده على البارد هنجيب 3 كوبايات من الحليب. طبعا على حسب الصينيه اللي عملتها هتجيبي 3 كوبايات من الحليب وهتجيبي عليهم 3 معالق من النشا. سوري معلش، 4 كوبايات من الحليب بس ما يعادل 3 كوبايات من اللي هي المجات الكبيره بتاعت الشاي اللي موجوده في كل مطبخ. وحطيت عليهم 3 معالق كبار من النشا وحطيت عليهم برضو 3 معالق من السكر وورقه فانيليا. وقلبت كله على البارد كده مع بعض وبعدين ولعت النار على نار متوسطه ومش عاليه ومش واطيه. وبعد كده طبعا ايدك فيه كده بالمضرب او السباتيولا وتقلبي فيه كويس جدا. وبعدين بعد ما ضفت كل المكونات مع بعضها ورفعتها على النار هبدأ بقى اقلب فيها كده واحده واحده. واجيب بقى القشطه البلدي الجميله بتاعتي. القشطه دي يا حبايب قلبي وش اللبن انا كنت مجمعاها وبعدين ايه حطيتها على الكريمه بتاعت النهارده. عايزه اقول لكم جميله جدا جدا جدا. مجرد ما نزلت بيها على الكريمه إيه خليتها كده ربطت وكمان اعطيها نكهه وطعم ولا اروع من كده. توديها لك في حته تانية خالص. طبعا اللي مش موجود عنده القشطه البلدي او القشطه البيتي بالشكل اللي انا ضفته دي ممكن تجيبيها من محلات السوبر ماركت، تجيبي علب اللي هي القشطه المعلبه. مفيش مشكله خالص، ما تخليش حاجه توقفك. تمام كده. حابه برضو تضيفي حاجه تاني زي مثلا ممكن معلقه من الكريم شانتيه، مفيش مشكله خالص برضو. انا بديك اقتراحات وانتي وراحتك يا حبيبه قلبي. فانا يعني نكون متفقين مع بعض الموجود عندنا في البيت هنشتغل بيه. يعني نبسطها ما نعقدهاش. طبعا كلنا متفقين في القناه بتاعتنا القمر دي ان كل الامور سهله وبسيطه ومش هنعقدها خالص وبالموجود هنشتغل وان نطلع احلى نتيجه في مطبخنا يا حبايب قلبي. صلى على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصي بقى يا حبيبه قلبي، هنجيب الصينيه بتاعتنا. انا جبت الصينيه البايركس واشتغلت فيها. طبعا يلي مش متاح عنده البايركس مش ضروري خالص ومش شرط. تجيب اي صينيه عندك او صاج وهتشتغلي فيه. هنجيب الصينيه او الصاج وندهنها الماده الدهنيه اللي معانا. الماده الدهنيه عباره عن ايه؟ حطيت معلقه كبيره من السمنه البلدي وحطيت عليها معلقه من الزيت وسيحتهم كده على النار. خدي بالك ما بنغليش السمنه البلدي، يا دوبك بس بتفك بنسيحها. وبنسيحها عشان نعرف نشتغل بيها كده ايه في الجلاش بتاعنا. وجبت بقى البايركس بتاعي ومسحته كده مسحه زيت على سمنه. وبعدين جبت ورقه الجلاش. لفه الجلاش دي كانت موجوده عندي في الفريزر من رمضان الصراحه، فرحت بقى طلعتها لما فكت كده خالص وبعدين اشتغلت فيها.
يعني عايزه اقول لك لو موجود عندك لفه جلاش في الفريزر سليمه مكسره، يعني عايزه اقول لك ما تكسليش، اشتغلي عادي. ورحت بقى حطيت كده في القاع الصينيه، رصيت كده يعني نص الورقه في الصينيه والنص التاني براها على حواف الصينيه والجوانب بتاعتها، وابدا ادهن دهنه سمنه على زيت. وبعدين جبت الكريمه اللي انا عملتها معاكم وضفتها على الجلاش او ورق الجلاش اللي في القاع الصينيه. وبعد ما ضفت الكريمه، جبت بقى الورق البراني او اللي خارج الصينيه الموجود على حواف الصينيه، طبقته كده على الكريمه وسويتها، وبعدين دهنتها دهنه زيت على سمنه بالشكل اللي انتوا شايفينه بالفرشه بتاعتنا كده. وسويت الصينيه كويس جدا، وبعدين ركنتها على جنب عشان ابدا اعمل المكشكشه. بصي بقى يا حبيبه قلبي، انا هشتغل معاكي على طريقتين، الاسهل فيهم بالنسبه لك اشتغليها مفيش مشكله خالص. دي اول طريقه انا عملتها، بدات اضمها كده على بعضها بعد ما دهنتها دهنت برضو زيت على سمنه، بحيث ان هي تكون معايا مورقه ما تكونش لازقه في بعضها. خدي بالك من التريكات والحركات الموجوده في الفيديو بتاع النهارده عشان تطلعي بنتيجه كويسه جدا زي ما طلعت معايا. وكمان ما تجيش بعد كده وتقولي لي ده انا عملتها وطلعت لازقه في بعضيها، لا ده طلعت معرفش ايه. لا خدي بالك، ما تاخديش المعلومه من اول كده وتجري على بره على طول. كملي معايا الفيديو للنهايه عشان توصلي لكل حركايه وتركايه. ايه رايكم؟ يا سلام، ده انا اقول اشعار بقى، ايه الكلام الجميل ده. صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. عملت الطريقتين، اللي هي اول طريقه اللي انت بتكشكشيها كده مع بعضها عادي، والطريقه التانية ان انت بتطبقيها زي المروحه تماما. شفتي؟ فاكرين الكراريس بتاعتنا بتاعت زمان واحنا اطفال، لما نكون نجيب ورق الكراريس ونطبقه كده زي المروحه الورق ونعملها هوايه؟ فاكرين انتوا طبعا الحاجات دي. فروحت بقى ايه عملتها بالطريقتين اللي انا بقولك عليهم. وبعد كده جبت بقى دهنة زيت على سمنه وبدات انزل بيها تاني على وش صينيه الجلاش بتاعتي او المكشكشه زي ما سميناها. وبعد كده بقى بكون مولعه الفرن بتاعنا على درجه حراره 180 على الرف الاوسط، طبعا مش الاوسط، هنزل الشبكه بتاعه الرف الاوسط من تحت خالص، وبعدين احط عليها الصينيه، هدخل الصينيه في الفرن، هسيبها شويه، هنولع الفرن بس مش هنشغل الشوايه كده مبدئيا. درجه حراره قد ايه يا ام عمر؟ درجه الحراره 180، هنسيبها حوالي من 15 دقيقة ل20 دقيقة في الفرن يا حبايب قلبي. تمام كده؟ متفقين؟ متفقين. وبعد كده بعد ما حطيتها في الفرن هبدأ بقى ايه اشتغل على السيرب بتاعنا. طبعا انا ما عملتش سيرب، هقولك على سيرب سهل خالص وبسيط هتعمليه وهتشتغلي بيه يا حبيبة قلبي. اللي هو ايه؟ اللي هو هتجيبي كوباية من الحليب وهتضيفي عليها 3 معالق من السكر. السكر ده طبعا حسب الرغبة في التحلية، في ناس بتضيف وفي ناس ما تضيفش. انا الصراحة ضفت سكر في الكريمة وضفت سكر في الحليب اللي هضيفه على المكشكشة بتاعتي. واعذروني بقى يا حبايب قلبي لو الصوت مش راكب مع الصورة، علشان الصراحة انا حبيتش اطول عليكم فقصرت في مدة الفيديو، فعشان كده تلاحظوا ان الفيديو سريع والصوت جاي متأخر، فالحاجات مش راكبة مع بعضيها. فسامحوني واعذروني لو انا عملت فعلا كده او لو ظهر في الفيديو كده. تمام كده؟ علشان انا ما حبيتش اطول عليكم في الفيديو. طبعا بعد ما قلت لكم انا عملت السيرب بتاع المكشكشه بتاعتنا، سيرب سهل خالص وبسيط. لو انت حابه تعملي اللي هو السيرب او الشربات بالسكر مفيش مشكله خالص، بس انا عملته يعني بالحليب لان ولادي الصراحه مش بيحبوا يشربوا الحليب، فحبيت ان انا اضيفه على الطريقه بتاعت النهارده او الوصفه بتاعت النهارده، فحاجه كده جميله تنعشهم وكمان تغذيهم، وفي نفس الوقت قدرت ادخل لهم الحليب بطريقه تانية خالص عشان يقدروا ياكلوها. تمام كده؟ بعد ما عملته زي ما قلت لكم جبت كوبايه الحليب وضفت عليها 3 معالق من السكر، وبعدين دوبتهم مع بعض كويس جدا، ودخلنا المكشكشه الفرن واتفقنا على درجه حراره 180 على الرف اللي هنجيب الشبكه ونحطها فوق من الصاجه على طول مش في النص، ونشغل الفرن من تحت عليها. بتاخد حراره من كام يا عمر؟ من 15 ل20 دقيقه. بعد كده بتفتحي الفرن عليها لقيتيها استوت من تحت، ادت لون حلو كده، ومن فوق لسه زي ما هي، فهتطفي الفرن من تحت وهتشغلي لها الشوايه تاخد اللون الذهبي الجميل اللي كلنا بنحبه في الصواني بتاعتنا. تمام يا حبايب قلبي كده؟ متفقين؟ يا رب كل معلومه قلتها لكم في الفيديو تكون مفيده ليكم وتقدروا تنفذوها بكل الخطوات اللي انا عملتها، وما كنش نسيت حاجه قلت لكم عليها.
طبعا انا بحبكم في الله، بحبكم جدا جدا جدا، احلى متابعين في الدنيا. ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب العالمين. ربنا يصلح احوالكم ويحسن ما بين ايديا وايديكم يا رب العالمين. قولوا امين يا حبايب قلبي. اللهم امين يا رب العالمين. بعد كده بقى، بعد ما ضفت كل حاجة وجهزنا كل حاجة بالشكل دوت، ودخلنا صينية المكشكشة بتاعتنا الفرن زي ما اتفقنا على درجة حرارة معينة. بعد كده هتطلع معانا من الفرن قشطة واخر تمام. هتشوفوها دلوقتي كده. انا جهزت كل حاجة، هطلعها من الفرن بقى وبعدين اسقيها بالسيرب اللي انا قلت لكم عليه. واو، ادي الجمال والحلويات والحاجات الجميلة. شايفين لونها الدهب الحلو دوت؟ الله على جمالها الصراحة، وكمان طعمها ما اقولكوش حاجة تانية جميلة جدا جدا. المكشكشة دي يا حبايب قلبي عملناها بربع تمنها، يعني زي ما قلنا بنشتريها من بره بأسعار كتير كبيرة قوي. فطبعا احنا عملنا الصينية دي، عايزه اقول لك واو، جميله جدا جدا كشكل كطعم، كتكلفه، ما خدتش وقت، ما خدتش مجهود. جميله جدا جدا. اتمنى تجربوها على طريقتي وان شاء الله هتعجبكم. بطلب منكم احلى متابعين في الدنيا تصعدوا الفيديو دوت لاحلى او لاكتر عدد من اللايكات والمشاهدات. بحبكم في الله. يا ريت تعملوا شير لكل اصحابكم وحبايبكم ومعارفكم عشان نقدر نوصل بالقناه بتاعتنا القمر دي لمكانه ترضينا وترضيكم طبعا، عشان اقدر كمان يكون ليا او عندي استطاعه ان انا اقدم لكم كل ما هو جديد. طبعا انا عايزه اقول لكم ان لايكاتكم وتعليقاتكم بتحفزني وبتشجعني ان انا اقدر اقدم لكم كل ما هو جديد. بصي يا حبايب قلبي، بعد ما ضفت بقى الحليب بالشكل دوت، وانا قلت لكم لو انت حابه تعملي سيرب او شربات عادي مفيش مشكله، بس انا عملت الخطوه دي لان ولادي مش بيحبوا الحليب، فحبيت اعمل الحليب عشان هما مش بيحبوا يشربوه، فحبيت اضيفه في الطريقه بتاعت النهارده. وكمان الحليب بيدي نكهه حلوه قوي وبيدي طراوه في المخبوزات والمعجنات الحاجات اللي زي كده يعني. فبيديها طراوه وبتديها، بتكون معاكي طريه كده من قلبها ومن بره بتكون ناشفه. عشان كده انا غطيتها بعد ما سقيتها الحليب، بس غطيتها بس حوالي 10 دقايق بحيث ان هي من قلبها تكون طريه ومن بره تكون مخروشه كده ومخرفشه زي ما احنا بنحبها مقرمشه. يا سلام عليا، انا بقول اشعار النهارده ولا ايه؟ بقول اشعار. الظاهر كده انا دخلت في سكة تانية خالص. هنسيب الطبخ ونشتغل في الشعر. صلى على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بص بقى يا حبايب قلبي، ادي المكشكشه بتاعتنا المفرفشه المنعنشه. هنجيب بقى السكينه ونقطعها وبالراحه خالص خالص بشويش وبالهداوه علشان ما تتكسرش منك، يعني خديها كده على الهادي يا زبادي. يا ام عمر فيك ايه النهارده؟ بس مسكت بقى حرف الصينيه كده لانها كانت سخنه الصراحه، وبدات اقطعها بالسكينه كده بالراحه خالص عشان ما تتهربتش منك. وطبعا كده بالشكل دوت عملنا احلى مكشكشه زي ما انتم شايفين، طعم وجمال وريحه ودون تكلفه وحاجه كده فاخر من الاخر. اتمنى تجربوها على طريقتي وانتظروني مع فيديو جديد اقدمه لكم. ويا ريت يا ريت يا ريت، يعني عايزه اقول لكم فضلا وليس امرا، توصلوا الفيديو ده يا جماعة لأكبر عدد من المشاهدات وأكبر عدد من اللايكات علشان أقدر أقدم لكم فيديوهات أحلى وأحلى بكتير، وكمان ما نبخلش بالمعلومات اللي عندنا عن حبايبنا ومعارفنا وأصحابنا، ونقدر ننفذ كل خطوات أم عمر زي ما قلتها كده بالظبط. طبعا عايزة أقول لكم وصفة النهاردة سهلة وسريعة وجميلة وغير مكلفة بالمرة. بحبكم في الله، احلى متابعين في الدنيا. طبعا صوتي مخروش كده والدنيا مش مظبطه، مع اني بقول لكم احلى شعر النهارده وكلمات بقى كلها متجانسه مع بعضها، بس الصراحه انا صايمه وكمان ايه هبطانه على الاخر. مين بقى الشاطر اللي صام ال6 ايام بعد العيد على طول؟ دول بقى ايه، نفدوا بجلدهم كده، اللي صاموا ال6 ايام بعد العيد على طول. طبعا كان الجو رطب كده وجميل، ما كانش لسه حرر، وكمان تغيير الساعة اللي عملوه دلوقتي دوت، فاحنا رحنا في سكة تانية خالص. انا بقى ايه اللي نفد بجلده نفد في صيام ال6 ايام اللي فاتوا. انا بدأتهم بقى من النهاردة، فاليوم بالنسبة لي طويل جدا جدا جدا، وكمان ما اقولكوش مفرهده ومكسره ومنعكشه بدل المكشكشه. فروحت بقى بالشكل دوت. بعد ما قطعتها كده على الهادي يا زبادي هبدأ اطلعها في الطبق كده للتقديم، واوريكم قد ايه كده يعني بتبظ كريمه، وكمان جميله 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 بصراحه. جربوها ومش هتندموا. هستنى تعليقاتكم وتقولوا لي عملت معاكم ايه المكشكشه.
هنطلعها. ما تاخدوش في بالكم ان هي عصلجه معايا شويه كده، لا خالص. انا باخدها بشويش زي ما قلت لكم عشان ما تتهربش. شايفين ارضيه الصينيه لو تلاحظوا مش محروقه خالص ومش لازقه، جميله جميله. وكمان من الجناب تحفه. شايفين؟ الله عليها بصراحه. تسلم ايديك يا ام عمر. انا بقى عايزه اسمع تسلم ايديكي دي في الكومنتات بتاعتكم. احلى متابعين في الدنيا، بحبكم في الله. يا رب تكونوا بتحبوني قد ما انا بحبكم كده. يا رب اكون ضيفه خفيفه على قلوبكم، ما اكونش تقيله، وتسمعوا كده مني الفيديوهات بكل سلاسه وتفهموها مني وتطبقوا كل وصفاتي. ورب تكون وصفاتي سهله على قد ايديكم. بحبكم في الله، احلى متابعين في الدنيا. انتظروني مع فيديو جديد هقدمه لكم ان شاء الله، بس طبعا بعد تشجيعكم ولايكاتكم وتعليقاتكم. طلبت انا منكم كتير الموضوع ده في الفيديو بتاع النهارده، اعذروني. انا قلت لكم انا صايمه والدنيا معايا مخبطه شويه. بصوا بقى، ادي بقى المكشكشه، يا جمال ويا جمال ويا دلع ويا دلع. بصراحه عجبتني جدا جدا، كاسم وكوصف وكطعم وكشكل وريحه ولون. ايه الجمال ده؟ ايه الحلويات الجميله السهله البسيطه دي؟ يا سلام يا سيدي يا سيدي. وبربع تمن واحده هتشتريها من بره، خدي بالك ربع تمنها. فاهمه ازاي؟ هتعملي صينيه تاكلك وتاكل حبايبك وتفرحي بيها اولادك كمان. تمام. تمام. اشوفكم على خير مع فيديو جديد، وانتظروني يا احلى متابعين في الدنيا. اشوفكم على خير، اشوفكم على خير. ما تنسيش، بقول لكم ما تنسوش اللايك للفيديو الجميل ده. باي باي.